السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. النهاردة حبيت أعمل حلقة علشان لقيت فيه شكاوي كتير إن هو تصليح كاتل الشاي أو اوعى ترمي الكاتل اللي باظ عندك. ليه؟ لأن أحيانا بيبقى أنت تجيب الغالي برضو باظ، تجيب الرخيص برضو بيبوظ بعد فترة، ولكن العيب بيبقى بسيط، وهو ده اللي أنا حبيت أوضح نوع من أنواع العيوب اللي هو ممكن يخليك إن أنت ترمي الكاتل. ده كاتل انا فكيت القعد، قلت اشوف اسلاك ضربت او حاجه، يعني كان فاصل. شيكت على الزرار تمام، شيكت على كل حاجه مفيش اي مشكله فيه. فطبعا ممكن اي فني يقول لك ده الهيتر بتاعه او اتحرق او السخان بتاعه اتحرق. تمام. فانا جيت هنا فكيت القعده. هنا ان انت لازم تصنفر. اول حاجات اللي متاكسده على القعده دي ان انت تشيلها. ففكيت برضو القعده، قلت اشوف برضو اذا كان في الفيشه فاصله من جوه ولا لا. لقيتها سليمه. هنا اكتشفت ان الرجول بتاعت القاعدة دي نفسها بتأكسد أو بتعمل طبقة ما بتوصلش كهرباء، أو إنها ممكن تضغط. شايفين اللي هي، بس أنا كنت مصنفره الحقيقة. بس حبيت أوصل اللي هي بتوصل دي بالقاعدة. أحيانا بتبقى دي عليها طبقة أكسدة كده، فما بتوصلش الكهرباء، فما بيشتغلش الكاتل. حتى لو غيرت الزرار، حتى لو رجعت على السلك. فده أنت بتعمل إيه؟ أنا فكيت الرجول دي. تمام. هفك المسمارين دول، وهشيل الفيشه بتاعت او الكليبس دي بتاعت الفيشه، وهطلعه بره واصنفره عادي بحته صنفره او براس المفك عادي، بحيث ان هو اشيل الطبقه اللي عليه. وهتلاقي الكاتل معاك اشتغل على طول. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انت هنا، بس انا شلت اهو الطريقه. شلت كليبسات ومسمار صغير. هطلع الرجول دي بتاعت اللي هي اللي بتلامس القعده او الكاتل نفسه. تمام. وهصنفرها. في حاجة تاني، أحيانا ممكن تكون مصنفرة بس تكون مثلا نزلت لتحت فمش ملامسة في القعدة نفسها، اللي هو الكاتل نفسه مش ملامس. فبتطلعها أو بيكون بتعدلها شوية. ده من ضمن العيوب اللي ممكن يخلي أي فني أو أي حد يقولك لأ خلاص الكاتل ده كده شكرا. لأن رجعنا على الأسلاك، رجعنا على الزرار، وصلنا دايركت برضو ما اشتغلش. فبيجي يقولك على طول ده السخان بتاعه باظ. ولكن هي المشكلة بتطلع في القعده اللي انا بوريها لكم حضرتك. انا شلتها كده، وبراس مفك او حاجه بتصنفرها، عامله زي الابلاتين بتاع العربيه. لو لدع زي ما بيقولوا ما كانتش العربيه بتمشي. فده دلوقتي لا، انا بصنفره يا اما بالمفك كده كحته شويه، بحيث ان هو يلامس معايا وهتشتغل الكاتل معاك زي الفل. وما فيهاش اي مشكله. دي من ضمن الاعطال بتاعت الكاتل. وفي اعطال تانية كتير. تابعوني بس عشان ما تكونش الحلقه طويله ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.